Wala tadi kami coba mengambil kawan betul. Ga Senan Wain Syekh Akram Buka dengan Roda. Dia ada beberapa karena boleh boleh sisi kalau kalau sini bisa. Senan kita itu ada. Senan itu namanya itu lah buku sampai dia sudah kawan itu. Ikhtisar boleh ala ujian kawan profesor tadi. وقديم سوى مرفوع وضمير قول منصوب واللحن عند شيخنا يجوز كقوله مرتب العجوز. فبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه السيرة الشخصية لفقيه الأمة الإسلامية الشيخ آدم. الاسم الكامل الشيخ آدم بن أحمد بن محمد بن شنكور بن محمد محمد في هذا ابن عثمان بن محمد الحاري البلبلي قبيلة النوري حلفا المعروف بآدم طولة العالم العلامة الفقيه المحدث المعمر. وقد ولد الشيخ في عام 1339 هجرية تقريبا في قرية عثمان، وهي قرية نسبت إلى جده عثمان الجد الثالث. فقرأ القرآن وهو صغير من عمره، ثم انتقل إلى دراسة الفقه، فبدأ فقه الشافعية على الشيخ محمد بن إبراهيم الصومالي، ودرس عليه سفينة النجا قراءة وحفظا، ثم المختصر الصغير، ثم متن أبي شجاع، ثم المقدمة الحرمية لأبي الربيع، ثم عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب، ثم قرأ على الشيخ علي العروسي نزيل الأولى كتاب الزبد والمنهاج النووي إلى أبواب المعاملات ومنهج الطلاب، ثم قرأ على الشيخ عبد الله بصيرة القرسي الهاري كتاب المنهاج من كتاب المعاملات ولم يختمه، ثم قرأ على الشيخ عبد المجيد بن عبد الله التوتري الآلي الملقب بالإسنوي الإعراب، وأكمل عليه شرح الأحلام للآجرومية، ثم انتقل إلى الشيخ محمد توشيح القاضي وقرأ عليه الآجرومية مع القواعد والحدود المسماة بقطر العربية، ثم قرأ على الشيخ إبراهيم بن عثمان الجيكي الكيربنسي قطر العجمية، ثم قرأ على الشيخ موسى بن محمد الديني الألوي متممة الآجرومية وتحفة الإخوان في المعاني وسلم المدور في المنطق، وقرأ عن علوم العربية على الشيخ سعيد القنبلجي، ودرس البلاغة والمنطق على الشيخ موسى بن الشاعر الهوي، وهو قرأ على الشيخ أبي المحاسن الجديد، ثم قرأ على الشيخ عبد الله اليقي الألفية وابن عقيل والكشف، ثم قرأ التفسير على الشيخ سعيد بن محمد بن أبي بكر الهروي القنبلجي، كما قرأ التفسير بتمامه على الشيخ موسى الأيلعودي، ثم قرأ التوشيح على الشيخ إبراهيم الكوشوري، ثم قرأ على الشيخ محمد بن أحمد نجيس الوطني جزءا من التوشيح، وهو تفقه على الشيخ يوسف بن عثمان الوقي العروسي نزيل الركبة، كما قرأ الشيخ آدم كتاب فتح الوهاب على الشيخ عيسى بن يوسف الدندمي الداموطي، ثم انتقل إلى الفقه مرة أخرى فقرأ كتاب المحل على المنهاج على الشيخ محمد رشيد، ثم قرأ جزءا من صحيح البخاري على الشيخ علي بن وفاء الهرمائي، كما قرأ بقية صحيح البخاري على الشيخ إبراهيم بن عثمان الجيكي، ثم قرأ صحيح مسلم بتمامه على الشيخ سعيد بن إسماعيل القروي، واستمع عليه البخاري بقراءة الشيخ قاسم الدمي كاملا، وبهذا أكمل الشيخ طور التعلم والتحصيل العلمي والدراسة الشرعية واللغوية والعقلية، وانتقل إلى طور التبليغ والأداء والتعليم، فرجع الشيخ إلى منزلته طولا، فبدأ تدريس العلوم الشرعية الحديث والفقه والتفسير وعلوم اللغة العربية. جهود الشيخ آدم طولة في نشر العلم الشرعي. فالشيخ آدم له
جهود مشكورة موفقة في نشر العلم الشرعي ليلا ونهارا، ونشر السنة النبوية وعلم الحديث ومنهج السلف الصالح، فهو ملحق الأصابع بالأكابر، قام بتدريس الجد ثم ابنه ثم ابن ابنه، ولم يزل يقوم بالتدريس إلى أن توفاه الله في اليوم أمس. في حلقته التي تقع بداية جده عثمان بطول ما يزيد على 60 سنة، وقد نفع الله به خلقا كثيرا، وكان يقوم بالتدريس طول النهار للطلبة بدون كلام ولا ملل، فكان يقسم اوقاته للطلبة، فهناك وقت للامهات والفتيات، ثم وقت للفلاحين العاملين، ثم لطلبة العلم الغرباء وغيرهم. فكان الشيخ يقبل حتى يرجع الليل ويترك ما راى عليه مشايخه اذا راى الدليل وظهر له الصواب، ولا يتعصب لرايه ولا لطريقه المشايخ والاباء. جهوده الاصلاحيه، وكانت لهذا الشيخ العالم الجليل جهود دعويه اصلاحيه بارزه في منطقه هرم، فكان يقوم بالدعوه الى الله تعالى والقاء المحاضرات والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من ابرز الدعاة الى الله في بلد اثيوبيا. فقد دعا الى التوحيد الخالص والتمسك بالسنه المحضه، وحذر من الشرك والبدع والمعاصي والاخلاق السيئه. ومن اهم ما قام بانكاره الذبح تحت الاشجار التي تسمى بهجوبه، وكانوا قبل ذلك يقصدون الهجوب للتبرك وطلب قضاء الحاجات ودفع البليات ويذبحون عندها. وهجب كما تعرفون عبارة عن دوحة كبيرة أو أشجار كثيفة تنبت على القبور والأضرحة، فتترك حتى تكون غابة لا تقطع خوفا من أصحاب القبور واعتقادا فيها ويستسقى لديها، فيتجمعون لديها وربما ذبحوا لديها أو تصدقوا عندها بما تيسر لديهم. فقام الشيخ بالنهي عن هذا وإعلان أن هذا من وسائل الشرك، كما قام الشيخ بالنهي عن السحر والشعوذة، ومن ذلك أنه قال: لا تنظروا في كتب البنوج، وبالذات من كان لديه كتاب معشر الفلك فليحرقه، لأنه كتاب في السحر، وأعلن دعوته هذه علانية. وكان هذا قبل نحو 60 سنة قبل انتشار دعوة التوحيد والسنة في هذا البلد. ومما وقع له أن أحد التلاميذ الصغار غاب عن حضور الدرس أياما ثم حضر، فسأله الشيخ عن سبب غيابه، فذكر أن أهله ذهبوا بالكبش إلى حجب للذبح هناك، وتأخر لهذا عن حضور الدرس، فامتنع الشيخ من تدريسه حتى يأتي أهله، فجاءوا وكادوا وتعهدوا بأنهم لا يعودون إلى مثل هذه الأعمال التي فيها عبادة غير الله تعالى والذبح لأصحاب القبور. وقد سجن الشيخ عدة مرات، فحكم عليه بالسجن عدة مرات، ثم لما أطلق من السجن بالبراءة بدأ الدعوة صراحة ومنع الناس من عبادة الآخر، فاشتهر أمره أكثر ووجد أتباعا أكثر، وانتشرت دعوته، وجعل الله له قبولا لدى كثير ممن أراد الله له اتباع التوحيد الخالص والسنة المحضة. وبدأ الشعب يتأثر بالتغيير الذي يدعو إليه، فأزيلت تلك الهجوم وقطعت تلك الأشجار الكثيرة التي كانوا يتبركون بها ويخافون من قطعها والانتفاع بها، فانصاعت لدعوته منطقة طولى بأكملها، وتركوا ما كان يعتادونه من تلك المنكرات والبدع والعادات السيئة. وقد تكرر سجنه عدة مرات في أيام هيل سلاسة وأيام دربو وأيام يده، وكلما سجن انتشرت دعوته وذاع صيته وكثر أتباعه، فلا يزيده السجن إلا رفعة وشهرة وعزيمة لا تليق. فبهذه الأمور اشتهرت دعوته، وهو أعلنها صراحة بدون تولية ولا مجاراة، ونصره الله تعالى وجعل له القبول، إنه الفعال لما يريد. ومما جعله الله سببا لتقوية دعوته أن الله هيأ في تلك الفترة نفسها عددا من العلماء
أعلن الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والشركيات. وبالخلاصة فكان الشيخ متواضعا شجاعا صابرا، نشر السنة والتوحيد والعلم الشرعي، فكان مسموع الكلمة، وقد جعل الله له القبول لدى العامة والخاصة، فنفع الله به خلقا كثيرا. ومن طول عمره استطاع أن يدرس عليه الجد ثم ابنه ثم ابن الابن، ملحق الأصاغر بالأكابر وملحق الأبناء بالأجداد، مع صحة تامة وعافية ونشاط وكمال عقل، فعاش 100 عام و14، فبارك الله في هذا العمر المديد. قد نفع الله به العباد والبلاد، فهو مصلح اجتماعي داعية مقاوم للباطل، فكان مجاهدا منافحا عن الدين. ومن جهود الشيخ التي لا تنسى والتي نسأل الله عز وجل أن يثيبه عليها مقاومته للأفكار الشيوعية، فمن ذلك أنه قام مع جمع من العلماء وطلبة العلم وبعض الأعيان بتأسيس جمعية علماء هرم، فكان الشيخ رئيسها. ولكن قام هذه الجمعية بعض أهل الأهواء فتسببوا في سجن العلماء، فسجن الشيخ وسجن معه عدد في زمن الحكومة الشيوعية ذاك لمدة 3 سنوات و5 أشهر، ثم أطلق ومن معه. وأما زملاؤه فسجنوا 4 سنين، والشيخ لم يسجن في البداية، بل ذهب إلى العاصمة فلبين فاختفى 8 أشهر، ثم رأى أن الأولى الاستسلام بدلا من الهجرة للخارج أو الاستمرار في الخفاء. ومن مزايا الشيخ التي تفرد به عن أمثاله من العلماء عنايته بعوام المسلمين ونسائهم، فقد خصص دروسا للفلاحين المعروفين في هراشي، وأخرى للنساء، فالحصة الأولى من كل يوم للنساء، والحصة الثانية للفلاحين، وأما بعد ذلك فالحصص لطلبة العلم. وبهذا استطاع أن يوحد أفكار ناحيته، وهذا شيء مهم يغفل عنه كثير من العلماء والدعاة. ومن بين مزايا الشيخ العديدة التي من الله بها عليه، أولا توفيق الله تعالى له حيث يسر له التفرغ للتدريس وصرف عنه الموانع. ثانيا استغناؤه عن الحاجة إلى الناس، مما يمنع كثيرا من العلماء من إعلان الحق خوفا من غضب الناس وقطع الأرزاق عنه. ثالثا الجمع بين فنون شتى، ومن أهمها التخصص في الحديث مع الفقه واللغة العربية، فقد درس في أول طلبه الفقه الشافعي دراسة متعمقة مع العلوم اللغة العربية. رابعا العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بدأه مبكرا حيث قام وهو في مرحلة الطلب بالإنكار لما يقع في قريته من الاعتقاد الفاسد في القبور والأضرحة ومن العادات المنكرة كالمآذن. ومنذ ذلك الحين اشتهر بالدعوة إلى التوحيد الخالص والسنة النبوية المطهرة. خامسا صفاء سريرته وحسن سيرته وتواضعه وزهده وعدم تخبله إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة، مما صار سببا لمحبة الناس له وقبولهم له، لا سيما في هذه الأيام الأخيرة. تلامذته، فللشيخ تلامذة كثيرون، وهو كما قلنا ألحق الأبناء بالأجداد والأصاغر بالأكابر، ولهذا يسقط حصرهم ونذكر منهم ما تيسر. منهم الشيخ أحمد بن عثمان الوتري الذي قرأ عليه صحيح مسلم، كما اشترك في صحيح البخاري مع الشيخ جمال بن محمد بولس والشيخ محمد بن علي التائي العروسي، فقد قرأ هؤلاء الثلاثة عليه البخاري في وقت واحد. ومنهم الشيخ محمد كبير الألوي والشيخ علي بن الشيخ عمر الآني الساكني ببورك، وشيخ شيخنا الشيخ يوسف بن آدم جرو الأساسي، حيث درس عليه الشيخ صحيح مسلم مع 11 طالبا، فقال: كنت القارئ لهم في ذلك الوقت، ولم يكن لي فيه فوت إلا درس يوم واحد، وقد أجازني الشيخ فيه
وقد رويت ذلك الفوت عن زملائي البالغ عددهم 11 طالبا من ابرزهم الشيخ محمد امين اليكي، والشيخ ادم الاجهوري، والشيخ موسى، والشيخ حسن الغوري الباري، والشيخ حامد الديجري، والشيخ جوهر الددري، والشيخ يوسف القطري وغيرهم. ومن تلامذته ايضا الشيخ ادم الرايتي، ولا يزال له تلامذة كثيرون يدرسون في ربوع هذا البلد. وشيخنا يشبه علماء السلف الصالح في هديه وسمته واخلاقه، وهو يقتدي بهم في اخلاقهم وهديهم ومنهجهم كما كان يقتدي بهم في مذهبهم وعقيدتهم، فقد نفع الله بعلومه. وبهذا انهد جبل من جبال اثيوبيا، وانكسف الشمس من شموسها، وأفنى نجم من نجومها، ففقدت في هذا اليوم بلدنا شيئا جميلا من جمالها وجلالها. العالم العابد الزاهد جليل القدر المرب القابل. وكان هذا اليوم يوما مشهودا، وكان الحفل في قاعة الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي، وسوف يصلى عليه يوم الأربعاء الموافق ل 19 أكتوبر عام 2022 في ملعب الإمام أحمد لكرة القدم في مدينة حلب، ومن ثم ينقل جثمانه لمسقط رأسه لمدينة سكر ليرى جثمانه الطاهر فيها بعد صلاة العصر اليوم مباشرة إن شاء الله. فنعزي أنفسنا وندعو الله بأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، وأن يدخل شيخنا الجليل مفتي أورميا وشيخ المشايخ جنات الفردوس الأعلى، وأن يسكنه مع الشهداء والصالحين، كما نسأله أن يتقبله بالصالحين ويتغمده برحمته ويرفع درجاته في عليين، وجمعنا به في دار كرامته، إنه الوهاب البر الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا ما كتبته وجمعته باختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.